لو انت بتلعب بابجي 3 موديلات من سامسونج اللعبة دي بتبوظهم في فترة قريبة. اسمع الفيديو، ربما يكون تليفونك منهم او تكون انت بتلعب بابجي ومش واخد بالك. السلام عليكم، عايز اقول لك على معلومة مهمة جدا في تليفونك هتحافظ عليه اكتر فترة ممكنة. لو انت تليفونك A05 العادي او A06 او سامسونج A14. طب اشمعنى دول؟ عشان دول اكتر اجهزة بيحصل فيهم عطل اللي هو الريبولينج، وبيوقفوا وبيتعطلوا وبيحصل فيهم مشاكل. اشمعنى بقى لو واحد مستخدم عادي ما بيلعبش العاب تلاقي التليفون خد فتره طويله جدا معاه ما بيبوظش، على عكس اي شاب تاني او اي واحد منزل لعبه بابجي او بيس او فري فاير تلاقي التليفون خد له 5 6 شهور ووقف لوحده، علشان المعالج بتاع الاجهزه دي ضعيف جدا. طب ليه بيحصل فيه كده؟ خصوصا بتوع الالعاب، لانك لما بتلعب بابجي عليه بصوره كبيره وبشكل كبير الموبايل عندك بيسخن، بيولع، يوقع عليه حراره، عندك المعالج ضعيف، اللحام جوه في الموبايلات دي بيبدا يفك او يتلحم في بعضه، بيروح عامل شورت او قفله، او المعالج نفسه بيسخن عندك فاللحام يفك من البورده، الموبايل بتاعك بيفصل وبيموت. لذلك تلاقي اكتر فئه الشباب اعطال في الموبايلات دي، الاي 05 العادي، الاي 06، الاي 14 من سامسونج، على عكس الناس التانية اللي هي بتاعت الشغل والكلام ده، الاتصال، الادو، واتساب، يوتيوب، الكلام ده كله التليفون ممكن ياخد 5 سنين مع الواحد ما يرفش. فخلي بالك لو انت بتستخدم العاب كتير حاول تجيب لك مبرد او تقلل من الالعاب اللي بتلعبها او من الوقت اللي بتلعبه علشان تحافظ على تليفونك اطول فترة ممكنة. دي نصيحة حبيت اقول لك عليها علشان تحافظ على فلوسك. بحبك في الله، تحياتي ليك.